السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى الناس اللي كتشاهد هذا الفيديو هذا ان شاء الله تكون بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. البنات اللي كيشاهدوني دائما على القناه ديالي في اليوتيوب كنتمنى تكونوا ان شاء الله مزيانين، وكنعتذر على هذا الغياب الطويل على القناه انني ما حطيت حتى شي فيديو هذه المده هذه طويله. صراحة هاد الغياب هذا ما كانش يعني بحال دائما. هاد الغياب هذا كان بسبب ان الاب ديالي رحمه الله انه توفى والحمد لله. انسان ملي كيتوفى لك شي حد عزيز عليك كتمرض وبزاف د الحاجات كيوقعوا لك، ولكن ملي كيمشيو الوالدين، واحد من الوالدين ديالك، راه واحد حاجه كبيره. هذا الفيديو انا ما موجده له حتى شي حاجه، مهم عملت الكاميرا بغيت نبدا ان شاء الله. بعد هذا الغياب الطويل بغيت نبدا نحط فيديوهات ان شاء الله. هاد الفيديوهات اللي غادي نحط يكونوا ان شاء الله فيهم استفاده وتكون شي حاجه في عند حسن الظن جميع الناس اللي كيتفرجوا فيا، وماشي شي حاجه اللي مخله للادب او لا شي حاجه اللي غادي تغير الطبع ديالي او غادي تغير شي حاجه من الاخلاق اللي خلى الوالد ديالي في التربيه اللي رباها لي. ولكن ما قدرتش نبدا حتى شي فيديو. قلت خصني نبدا اول فيديو غادي نطلب من جميع المشاهدين اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا، اي واحد كيشوف هذا الفيديو يترحم على الاب ديالي. بغيت نهضر لكم شويش على الموت اللي فرقتنا بواحد الطريقه خايبه 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 بزاف. اصلا ما كانش انسان كيعرف بان الموت كاينه، وكيعرف بان هذا الشيء قضاء وقدر والفرق صعيب وبزاف، ولكن ماشي بحال ملي كطيح فيه. الانسان كيعرف كيكون كيفهم وكيعرف كل شيء وكيامن بالقضاء والقدر، وحنا مسلمين وكنعرفوا شنو كاينه في الدنيا كامل. ولكن الحمد لله الحمد لله على كل حال. ملي كطيح نتينا في واحد الحاجه سميتها المصيبه، يعني شي حاجه مادام تسمت الموت بمصيبه ففعلا هي مصيبه. الحمد لله. المهم انا بغيت نقول لكم انني رجعت نحط فيديوهات في اليوتيوب، وبغيت نهضر في هذا الفيديو هذا خاصه على الاب ديالي. بغيت نهضر عليه غير ولو غير شويش من داكشي اللي كان مسكين كيتعامل به معانا. مهم نهضر على الطبع ديالو على الصفات ديالو، ونخلي ان اي واحد يشوف هذا الفيديو يترحم عليه ويدعي معاه بالرحمه والمغفره ان شاء الله يا ربي. احنا هاد الموت هاد ما كانش انسان كيتوقعها، يعني كنا يعني كان الاب ديالي مزيان ما فيه حتى شي حاجه الحمد لله، كان بصحه جيده. انسان كيمرض عادي في اي واحد، ما عنده حتى شي حاجه الحمد لله. كان انسان مزيان باقي صغير في السن ديالو، ماشي انسان اللي هو كبير بزاف، يعني الحمد لله كان بخير صحته مزيان الحمد لله، ما عنده حتى شي مرض مزمن الحمد لله وشكر الله. يعني كنا يعني واحد اللحظات اللي مشى الاب ديالي، في واحد اللحظه اللي كنا حنايا ما كنت توقعوش انه يمشي فيها. يعني كاين الانسان الموت طبعا كتكون في اي لحظه وما كتختار اي وقت، ما كتختار شيء. اما النهار اللي كيوفى الاجل كل انسان راه كيكتب عليك الموت كيكون القضاء والقدر ديالك هو هذاك. ولكن ملي كيمشي حداك الاب ديالك وهو ماشي مريض، ما فيه حتى شي حاجه، ما عنده حتى شي مشكل الحمد لله، فجأة كيموت، راه واحد الدقه صعيبه 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 خوتي، صعيبه لواحد الدرجه ما كتصوروهاش. الحمد لله على كل حال. الاب ديالي كان ونعم الاب، واحد الرجل صالح بشهادات الجميع، ماشي حيت انا كنهضر على الاب ديالي حيت عندي غير الحرقه انني فرقته، ولكن كان واحد الاب يعني جميع الناس اللي كيعرفوه، اي واحد الاصدقاء ديالي صحاباتي من بعيد او مقرب، العائله الجيران، اي واحد كيعرف با الحمد لله كان كيشهد له شهاده
تحق انه هو رجل طيب ورجل اللي في قلبه على دقمو الانسان. ما كينافقش، واللي كيشوفها كيقولها وكيتعامل كما يرضي الله. الحمد لله ربنا تربية صالحة. عمل جميع ما في جهده انه هو يوفرنا اي حاجة تمنيناها. الحمد لله ربنا بأي طريقة كتمنى اي بنت تعيش فيها مع الاب ديالها، عشنا حنايا فيها الحمد لله والشكر لله. الله يرحمك الحبيب ديالي، الله يدخل عليك الرحمه والمغفره، والله يجعلك من اهل الجنه ان شاء الله يا ربي. القلب ديالي علم به غير الله، ولكن كنتمنى انني نسيطر شويش على المشاعر ديالي ونخرج هادشي اللي في القلب ديالي بلا ما نبكي بلا والو، حيتاش الدموع ما كيبغيش يوقفوا. من نهار اللي مشى الوالد ديالي ما كل نهار ما كاينش النهار اللي ما كنبكيش فيه، وحتى ولا ما بكيتش في ديك النهار كنكون مريضه، كنكون تعبانه، يعني شي حاجه كنحس بها ناقصه. الحمد لله با مسكين عايشنا واحد العيشه معاه ماشي كأب صافي، عايشنا كأنه هو الصديق ديالنا، اخ كل شيء، يعني كنعاودوا له كل شيء، كنخرجوا معاه مسكين، كان كيوفرنا جميع الظروف اللي يعني لي انسان يعني كتشوف بزاف الناس محرومين منا. يعني التعامل ديالو ما شاء الله، يعني كان كيتعامل معنا بواحد الطريقه ماشي اب، كانه هو صديق. يعني كان اش غنقول لكم، العلاقه واحد العلاقه كانت كبيره بحكم اننا ثلاثه البنات. كنا قرابين ليلو بزاف. يعني اصعب لحظه هو ان الساعه اللي خرج فيها الطبيب وكيقول لك ان الاب ديالك رحمه الله راه. الحمد لله على كل حال. ربي رزقنا بواحد الام، واحد الام صالحه، واحد الام من اطيب خلق الله. واخا نقدر نهضر عليها حتى نعيا ما غادي ما نوفيش الحق ديالها مسكينه. الاب ديالي رحمه الله، وهي مسكينه ربي تبتها وربي قواها وعندها الايمان ديالها قوي ما شاء الله. كانت مسكينه كتثبت فينا وكانت واقفه معنا مسكينه في السبيطار والعائله الحمد لله كل شيء وقف معنا، كل شيء مسكين ساكن كانوا معنا في الطبيب، كاملين وقفوا معنا وكل شيء كيصبر فينا. وهما بيدهم ما جبروش يصبر، ماشي غير حنايا، هما بيدهم ما جبروش يصبر، لان المعزه ديالو كانت غالبه على الناس، على العائله وعلى الناس كاملين. ماما مسكينه كانت صابره حكم الله، ومسكينه كتصبر فينا وكتحس بواحد السند، واحد شي حاجه انكسرت في القلب ديالك من داخل مشات. المهم هادشي ما يقدر يحس به غير اللي فقد الاب ديالو. انا كنت كنسمع الناس كيقولوا زعما، كنسمع شي واحد توفى له الاب ديالو كيبقى فيا، وكنبقى نتخيل النهار اللي غيمشي الاب ديالي كيفاش غتكون الحاله ديالي وكيفاش غادي تكون النفسيه ديالي. ولكن الحمد لله على كل حال، ربي كينزل الصبر وحنا الحمد لله كنامنوا بقضاء الله وقدره. ولكن خلى واحد الفراغ كبير 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 بزاف في القلوب ديالنا، ولا في الدار ولا مع العائله ولا مع كل شيء. الحمد لله على كل حال. ولكن ما باقي محتاجين له، وباقي خصنا يكون معنا، باقي خصنا نعيشوا معاه بزاف د الحاجات الدنيا، وما عرفناش الوقت ديالنا فوقاش غادي يكون. والحمد لله على كل حال، وربي عطاه حسن الخاتمه ما شاء الله. ربي رزقه الثبات ورزقه حسن الخاتمه. الحمد لله الحمد لله. انا الحاجه الوحيده اللي كتريحني وكتريح القلب ديالي هي ان ابا كان واحد الانسان طيب، وكان واحد الانسان ما عندوش الخبث في القلب ديالو. مره ما كانش عنده الخبث في القلب ديالو، وهذا الحسن الخاتمه اللي مات بها هي اللي كتريحني دائما. مسكين كان بحال الصديق ديالنا، دائما كيقول لك بنتي رد بالك مع راسك، راه هادشي ما كيدومشي، الزوق د الدنيا ما كيدومشي، رد بالك مع الله. ما تعملش التناوي اولا بحال اللي كيقول هو مسكين، ما تعملش التحرميات والتناوي مع سيدي ربي، عاد تقدر تعملوا مع اي واحد مع الله لا. دائما مسكين الحاجه الوحيده اللي كان هو مصر عليها في الحياه ديالو هي الصلاه.
دائما كان كيغوت علينا على الصلاه، دائما في واخا انا كبرت وجوجت وزعما يعني كنعرف الصح من الغلط وكل شيء، ودائما مسكين فيما نجي كيقول لي صليتي الظهر صليتي العصر، دائما كينبهك من طريق ديال الله. دائما فيما يعيط لك في التليفون يسقسيك ينوضك في الصباح باش تصلي الفجر، نكون معاه في الدار ينوضني باش تصلي الفجر، دائما يضحك معك ويدرعك ويعطيك واحد الحنان اللي كنشوف ماشي جميع الاباء كيعطيوه لولادهم. الحمد لله اللي هاد الحنان انا كنقول الناس اللي كيقول لك اللي كيقولوا لي الحمد لله دوزتي معاه العيد وخرجتي معاه وانتي نباك كان قريب ليك اياه، لا حنايا ما عشناش هاد الشيء مع با. انا الاصدقاء ديالي زعما كيسقسيو فيا وكانوا كيعيطوا لي ديك الايامات وحتى دابا، حيت كيعرفوا العلاقه ديالي مع الاب، لا ديالي ولا خوتي مع با، يعني عارفين احنا واحد العلاقه قويه بزاف. هما بيدهم ساكن تاثروا، حيت كيقولوا كيفاش غادي تكون هاد الانسانه في القلب ديالها حيت فقدت واحد الحاجه اللي هي صعيب على اي واحد يفقدها، ولكن سيرتو الا كان واحد الاب يعني نعم الاب. كلشي كيشوف كيفاش عامله الحاله ديالنا حنايا، حيت عارفين ماشي بصح الاب الفرق ما بين اب واب، يعني اب عن اب كيفرق. الوالدين ماشي دائما كيكونوا بحال بحال، واخا هي نفس الغريزه، ولكن كاينه واحد كيعرف يعبر على الحب ديالو، كاين واحد كيعرف يعبر على الطريقه، كيعرف الطريقه اللي يتكلم بها مع ولادو، كيعرف بزاف الحاجات. با مسكين الا كان واخا الا فلط باي حاجه معانا ولا غوت علينا، واخا كيكون فلطه ديالنا مسكين دائما يدور مسكين ويجي يراضيك ويخرجك ويتعامل معك معامله مزيانه. الله يرحمك، الله يدخل عليك الرحمه والمغفره. زعما فقدت اغلى حاجه عندي في الدنيا، اصعب حاجه واخيب حاجه وقعت لي في حياتي من نهار اللي خلقت دابا هو نهار اللي توفى با، وهو انني فقدت اعز حاجه عندي في الحياه. لا باقي لي الام ديالي الحمد لله، وباقي لي خوتي وكاينين الحباب، ولكن البلاصه با عمرو ما غادي يعمرها شي واحد ومسكين كان حنين فيا بزاف، وكان ديما كيعيط لي كيسقسي عليا كيقول لي الحاجه مزيانه، دائما كيصبرني على اي حاجه عندي انا كتمسني انا كبنته، دائما كان كيصبرني عليها، دائما كان كيقول لي رد بالك مع الله بنتي، راه ربي هو اللي كيعرف. الحمد لله، الله يدخل عليه الرحمه والمغفره. هادشي اللي غنقول لكم البنات اللي عندهم الوالدين ديالهم يتهلاو فيهم بزاف بزاف بزاف، لان النهار اللي كيمشيو كيتمنى وكيقول انا كنقول بالصبر يكون باقي معايا نعبدو نعمل له اي حاجه كيتمناها، رغم انني كنت يعني ما كنتش كنقصر من حقي الحمد لله مع با، ولكن اللهم لك الحمد. هيداك وكتقول ما كرهتك وكان باقي في الحياه نعمل هادي ونعمل هادي وما يصدرش مني الفعل الفلاني وما نعملش هادي ونرضيه بهادي، وكان كيعجبون فهمتي نعمل هاد الحاجه نبقى نعملها. بزاف د الحاجات كيجيوك في بالك، بزاف د الحاجات، ولكن لا نقول الا ما يرضينا، ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين. الموت صعيبه كيف ما قلت لكم البنات، اللي عندها الوالدين ديالها تهلا فيهم بزاف، لان نهار اللي كتفقدهم كتحس بواحد الظهر ديالها انكسر، القلب ديالها. انا ما كنتش كنحس انني عايشه في الدنيا نهار اللي مشى لي با، كنت كنحس براسي ناس كاملين عايشين وانا بحال اللي كنتفرج فيهم. كنخرج من الزنقه كنشوف بحال انني كنشوف شي فيلم، يعني كنحس انني ماشي من ديك الناس، انا قلبي مات مشى مع با، يعني عقلي وكل شيء كيفكر في كل شيء، شنو كيدوز كيفاش كيتسال عند الله فين مشى، كنخمم له في كل شيء. الحمد لله، الحمد لله على هادشي هذا اللي دوزنا، ولكن ربي كينزل الصبر. الحمد لله ربي كينزل الصبر، حيت ان حنا الناس كنأمنوا بان هذا قضاء وقدر الله، وانه يجي واحد الوقت حتى حنايا غادي توصلنا الساعه ديالنا، وما عرفناش الوقت اللي غادي توصلنا فيه الساعه. كنتمنى وربي يغفر لنا ويتوب علينا ويسمحنا على اي حاجه كنعملوها خايبه.
ونرجع نقول لكم اخوتي اللي عنده الاب ديالو او الام ديالو يتهلا فيها، يتهلا فيها بزاف بزاف، يتهلا في الام وفي الاب ديالو بزاف، يطيعهم، يطيعهم باي حاجه. هو اي حاجه كيطلبوها يحاول يحاولوا تلبيوها الوالدين ديالكم. مهم ما غادي ما عرفتي شنو غادي نزيد نقدر نشرح اكثر من عيدك، حيت القلب ديالي عالم به غير الله. ولكن الحمد لله اللي عنده الوالدين ديالو ربي يخليهم له، الله يجعلهم تاج فوق راسه. الله يجعل لكم تاج فوق راسكم، والله يرزقكم الصحة والعافية ان شاء الله، ويخليه لكم يا ربي. وانا بيدي كنطلب من ربي يشافي الام ديالي مسكينه من اي ضرر، والله يرزقها ما في النيه ديالها، وربي يخليها لنا تاج فوق راسنا ان شاء الله. والله يبارك لي فيها مسكينه، راه هي قوه، هي السند، هي كل شيء في هذه الدنيا. انا بعدا عندي الام ديالي وعندي خوتي، يعني هادو واحد الحاجه اللي ما نقدرش نعيش بلا بيها. واخا كنقول ما نقدرش، انا بيدي كنت كنقول ما نقدرش نعيش بلا با ومشى عند سيدي ربي. ولكن الحمد لله، هو ما كنتمنى ربي يا ربي ما يوريني فيهم حتى شي باس. يا ربي يرزقهم صحة والعافية، ويعطيهم ربي اللي في النية ديالهم يا ربي، ويخليهم بقدامي يا ربي يا الحبيب، يكونوا مزيانين في الصحة ديالهم. هذا هو كل شيء. كنتمنى من جميع الناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو، كنتمنىكم اللي كيشاهد هذا الفيديو يترحم على الوالد ديالي ويطلب له الرحمه والمغفره ان شاء الله. وشكرا البنات، شكرا اللي كيشوف الفيديو ديالي. وهذا الفيديو هذا كنشكر جميع الناس اللي ساندتني في الوقت الوالد ديالي. كنشكر الناس اللي قرابين او اللي بعادين، الناس اللي اتصلوا بيا، والناس اللي عيطوا لي، والناس اللي جاونا عندي، والناس اللي سقسوا فيا وباقي كيسقسيو فيا لحد الان. كنشكر بزاف العائله ديالي اللي وقفت معنا واحد الوقفه كبيره. انسان وقفوا معنا دائما، معنا ما فرقوناش مساكن. الحمد لله، الحمد لله على هاد النعمه هذه. من احسن الحاجات هي ان النهار اللي توقع في هاد المصيبه هذه تجبر السند قدامك، حيت الا ما جبرتيش السند قدامك وما جبرتيش الونيس وما جبرتيش شكون يطبطب عليك، راه كتكون صعيبه. وحق حنا الحمد لله كانوا العائله كاملين واقفين معنا، كل شيء بدون استثناء. كنشكر جميع العائله ديالي، شكرا والله يجازيكم بخير كاملين واحد واحد. حيت انا مثل الاب ديالي، ولكن هو ما مثلهم حتى هما اعز انسان. يعني مثلهم واحد الانسان اللي كانوا دائما كيتفكروه غير بالخير، دائما كيقولوا فيه غير كلمه الخير، دائما كيجيون عنده، دائما كيجلسوا معاه، دائما كيفرحوا حيت كيتلاقاوه. باقي لحد الان كاملين عاملين تصويره ديالو في التليفون، كاملين كيبكيو نهار اللي كيتلاقاونا. الحمد لله، هذه واحد النعمه كبيره من عند الله. كنشكر الزوج ديالي حتى هو مسكين، الحمد لله ساندني وقف معايا وقفه كبيره الحمد لله. وكنتمنى له يا ربي حتى هو يرحم الوالد ديالو مسكين، والله يدخل عليه الرحمه والمغفره، وعلى جميع امه سيدنا محمد. وشكرا بزاف بزاف اي واحد سقسى فيا، واي واحد اتصل بيا، واي واحد هضر معايا مع هذا الفيديو هذا. كنشكركم كاملين. والبنات دابا غادي نشد هذا الفيديو ان شاء الله، ونتلاقاو في شي فيديو اخر احسن من هذا، ويكون شي فيديو فيه شي فرحه، وان شاء الله شي حاجه اللي نستافدوا بها جميعا. مهم كنتمنى كيف ما قلت لكم وغنعاود، كنتمنى اللي هيشاهد هذا الفيديو يخلي الرحمه، يخلي لي واحد الكومونتير ويخلي فيه الرحمه على الوالد ديالي. شكرا بزاف البنات، والهلا يخطيكم، ونهاركم مبروك، والله يجازيكم بخير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وبسلام عليكم.